اطلبوا فيديوز كتير عن لو جوزي مسافر اتكلم معاه في ايه عشان ما يبصش لغيري والكلام ده. دي باذن الله سلسله فيديوز تحكي ايه مع جوزك المسافر، وتنفع برضو لو جوزك معاكي عادي يعني وعايزه تبسطيه اكتر فتكلميه في كده. دي باذن الله يعني سلسله هتكمل معانا فتره وهتعجبكم اكيد. من الحاجات اللي ممكن تقوليها في مكالمة أو شات جملة اللي هو بتكوني قوي، ما توضحيش أكتر من كده. هو الثلاث كلمات دول هيقعد مثلا ثانيتين كده يستوعب في إيه، يعني إيه اللي بياكلك. فهيقولك طبعا ايه اللي بياكلك، قولي له ايدي كانت بتتبل مثلا بتنجال فبتكوني يعني من الشطة. قولي اي حاجة يعني، ما هو ممكن يبقى حظك وحش يكون سمع الفيديو بتاعي، فانتي قولي اي حاجة تانية، ما تعمليش نفس اللي انا قلته. على حسب جوزك بقى هيرد، كل واحدة وجوزها هيرد بطريقة معينة. خليكي مرنة، ما تقفشيش وما تبقيش غبية في الرد وما تبقيش خشنة، لا ردي بنعومة وتفكري في الكلام ثانيتين كده بحيث ان انت تجيبي الموضوع بالظبط. دلوقتي طبعا كلكم هتقولوا ان احنا مش بنعرف نكمل الحاجة اللي بدأناها، ما بنعرفش نكملها، مع ان دي حاجة سهلة. المفروض انتوا خدتوا البداية فتعرفوا تكملوا، بس مش مشكلة. هحاول ان انا اكمل معاكم مع ان انا مش عارفة كل واحد هيبقى رده ايه، كل واحد بيختلف عن التاني، مش كلنا نفس الحاجة. تمام. نفترض مثلا هيقولك هيهزر معاكي فيقولك متأكدة ان ايدك اللي بتاكلك، فانتي لازم تكوني جريئة معاه. ما ينفعش إن خصوصا جوزك يبقى مسافر عنك، خصوصا اللي بقى شهور وسنين، ما ينفعش خالص ان انتي تبقي بتتكسفي بصراحة يعني. بعدين هو ولا شايفك ولا اي حاجة، فالمفروض انتي ما تتكسفيش ده على الاقل يعني. فانتي لازم تشبعيه بالكلام طالما هو مش جنبك. يعني لو جوزك جنبك يا ستي اقولك اشبعيه مثلا بطرق تانية، انما هو مسافر فمفيش طريقة واحدة غير الكلام. تمام. فهتبقي جريئة معاه في الكلام زي ما قلنا. مثلا هيقولك ايدك اللي بتاكلك متأكدة، فانتي هتقولي له امال هيكون السوري بتاعي اللي بياكلني، ما تقوليش كلام بتاعي، قولي اللفظ، قولي الحاجة اللي انتي عايزة تقوليها يعني. لازم تسمي كل حاجة مسمياتها. تمام. انا بقول بس كده يعني، حاسه ان ده اقل حاجه عندي ان انا ينفع اقولها، لكن في حاجات اعلى من كده، بس عشان زي ما انتوا عارفين احنا ممكن الرجاله تسمعنا وما ينفعش قدام الناس ان احنا نقول الكلام ده. لو في كورسات ان شاء الله بعرفكم الحاجات دي. نفترض هيرد يقولك مثلا بياكلك ليه، فانتي تقولي له مش عارفه عمال يحرقني، فانتي نوعي في الكلام، تكتري مثلا معاه في الكلام، فتقولي له محتاج خرطوم المطافي بتاعك عليه دلوقتي. يعني عارفة ان الكلام جريء قوي يا جماعة، بس هو ده اللي لازم ينفع يعني، ده اللي لازم يتقال مع جوزك. سوري بجد ان الكلام بالدرجة من الجرأة دي. وهو لحد كده انت مش محتاجة تكملي يعني، انت طبعا لازم هتكملي وهو مش هيسكت لحد كده، وهتلاقيه بقى اندمج معاكي فانت تندمجي معاه. فانت مش هتقدري تتكلمي لوحدك اكيد، فهو هيرد عليكي، هتبقوا ان شاء الله يوم ما يتنسيش وتحكوا لي عليه، عشان انا بحب جدا ان انا اسمع ارائكم في الفيديوز اللي انتوا بتسمعوها وتطبقوها. بفرح بصراحه، واوقات في حاجات بنزلها، اوقات انتوا بتقولي ما تنزليش الريفيو، فمش بنزله علشان بيكون خاص شويه. ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش لو عندكم سؤال يبقى على انستجرام، وتابعوني على باقي المواقع علشان بينزل عليهم الفيديوز كامله، انما الانستجرام علشان الرد على الرسائل فبنزل جزء بسيط بس من الفيديو.